المقاطعة جيدة وجيدة جدا كمان، ولكن هل ده الشكل الأنسب للمقاطعة واللي يفيد إخواتنا في فلسطين؟ ده وأكتر هتتابعوه معانا في حلقة النهاردة. ولكن يا ريت قبل أي حاجة ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت ما تنسوش إخواتكم في فلسطين من دعائكم وشهدائنا اللي نحسبهم عند الله شهداء إن شاء الله. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. أنا سمير أسامة وده برنامج الجنيه. حتى المقاطعة جاي تعقدني فيها؟ ده أنا حرمت نفسي من الشيبسي والبيبس والنسكافيه وماكدونالدز. هو أنت ما سمعتنيش لما قلت إن المقاطعة جيدة وجيدة جدا كمان؟ لكن في كذا نقطة لازم نقف عندها. أولا، الناس هتستحمل وهتتنيها ماسكة نفسها لحد إمتى؟ مش عايز يجي يوم ولاقي الحماس قل ويحصل زي ما حصل مع اللي أساءوا للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فرنسا لو تفتكر، والأشكال والرسومات المسيئة ساعتها احنا قطعنا، لكن بعد فترة الناس حماسها قل ورجعت كل حاجة زي ما كانت. مش بقولك إن ده ممكن يحصل زي ما حصل قبل كده، لكن في ظل إن أبرز شعب عربي داعم للمقاطعة وبينفذها، بل وهو كمان اللي بدأها، كان الشعب المصري. فهل الشعب المصري هيتنيه صامد؟ بنسبة كبيرة أيوة، لأن بقى فيه بدايل للحاجات اللي احنا قطعناها. بس ده بخصوص الشعب المصري. فين الشعب العربي؟ ده غير إن احنا لو كنا استغلينا المقاطعة دي صح كنا حققنا مكاسب كبيرة جدا أكتر من اللي حققناها دلوقتي، وكنا فدنا الشعب الفلسطيني فعلا. ومش هبالغ لو قلتلك إن كان ممكن يتم تحرير فلسطين. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازاي يعني؟ هقولك ازاي. لو كنت قطعت دول مش شركات، على سبيل المثال أمريكا مثلا، اللي من بداية أحداث 7 أكتوبر وهي الداعم الأول للكيان المخروب. هل لو كانوا العرب قطعوا أي حاجة مكتوب عليها صنع في أمريكا كنت هتلاقي حاملتين طائرات واقفين في منطقتك؟ كنت هتلاقي أمريكا بتبعت قوات دلتا لمساعدة الكيان المخروم في اجتياح غزة؟ كنت هتلاقيهم بعتوا غواصات نووية؟ يعني هي مقاطعة أمريكا يا زمير اللي كانت هتمنع كل ده؟ طبعا. تخيل انت مش ضاغط عليهم اقتصاديا بشكل كبير، وقاطعت بس كام شركة تابعة ليهم، ولقيت مظاهرات في الشوارع الأمريكية بتطالب أمريكا بعدم التدخل. وده مش عشان المقاطعة على فكرة، لكن عشان إن الأمريكان كلاب فلوس. لما نزلوا وطالبوا أمريكا بعدم التدخل، ده كان بسبب إن أمريكا بتاخد من جيوبهم وبتدعم الكيان المخروم بفلوسهم وفي أزمة اقتصادية. فتخيل لو كنت قاطعت أمريكا نفسها مش بعض من الشركات، كنت هتلاقي المظاهرات دي زادت والمطالبات كترت، لأن الأرباح قلت والضغط كان عليهم هيكون كبير قوي، ومش من حد غير شعبهم. ده غير صحاب الشركات والمصالح اللي هيكونوا اتضرروا بشكل كبير. طيب ما هو حتى لو احنا عملنا كده يا زمير، ازاي هنخلي التجار ما يزدوردوش منهم؟ يا حبيبي خليك عارف انك انت المستهلك. التاجر ما بيشتريش السلعة اللي على مزاجه، التاجر بيشتري السلعة اللي على مزاجك انت، السلعة اللي لما يشتريها يعرف يبيعها لك. لكن لو هو عارف انه لو اشترى السلعة دي مش هيعرف يبيعها لك وانت مش تشتريها منه، مش هيجيبها، لانه ببساطة مش عايز يخسر. فما تستقلش بنفسك، لانك الترس اللي لو مش موجود العجلة دي كلها هتقف. انا مش فاهم حاجة، يعني كده المقاطعة كويسة ولا مش كويسة؟ يا حبيبي هعيدها لك تاني واقولك ان المقاطعة كويسة وكويسة جدا. اللي فات ده كله كانت وجهة نظري مش اكتر. ليه بدل ما كنا نقاطع شيبسي وبيبسي وماكدونالدز كنا نقاطع امريكا وفرنسا وانجلترا وايطاليا واسبانيا والمانيا؟ امريكا اللي بنستورد منها ب 58 مليار دولار كدول عربية، وإيطاليا اللي بنستورد منها ب 44 مليار دولار، وإنجلترا اللي بنستورد منها ب 36 مليار دولار، وفرنسا اللي بنستورد منها ب 32 مليار دولار، وألمانيا اللي بنستورد منها ب 31 مليار دولار، وأسبانيا اللي بنستورد منها ب 13.5 مليار دولار. احنا عملنا مقاطعة مع الشركات دي لأنها بتدعم الكيان المحتل. طب هل الدول دي وعلى رأسهم أمريكا ما دعمتش الكيان المحتل؟ وليه اخترت الدول دي بالذات؟ لأن الدول دي بالذات أبرز الدول اللي دعمت الكيان المحتل. مش مجرد إن هم دعموه بكلمتين واستمر يا بطل وإحنا معاك وعاش وكمل، لا ده ماديا وعسكريا كمان. وفي النهاية عايز أقول إن إحنا عايشين في عالم القوي فيه هو اللي بيمتلك أوراق ضغط أكتر. فياريت نعرف قيمتنا ونعرف إن إحنا مش قليلين، ونعرف إن زي ما إحنا
خلينا الدول دي دول عظمى نقدر نخليها دول سفلى. اللي عاش بأوهام ان الستارة بتتحرك عشان وراها عفريت ما فاقش غير بعد ما خد الخطوة وراح للستارة وشدها وعرف ان اللي بس كان بيحركها مجرد هوا. يا رب تكون الرسالة وصلت، ويا رب تكون الحلقة خفيفة عليكم، واكون قدرت ابسطها واوصل وجهة نظري بشكل بسيط وسلس، ويا ريت كنت اكون ضيف خفيف عليكم. وفي النهاية يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم من كل جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من حلقات قناة الجنيه.